مرحبا بكم مع زهرة أم سراج. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الطريقة البيني كيجي ساهل البنات وكيجي مفشوش من الداخل. تبعوا معايا الطريقة وكيفية التحضير. عندي هنايا رشة ملح، عندي معلقة صغيرة د الخميرة فورية، بيضة واحدة، عندي خميرة الحلوى كتوزن 7 غرام، عندي هنا واحد ساشية د الفلان، النكهة د البنان تقدروا تعملوا أي نكهة بغيتو نتوما، تقدروا البنات تعملوا ساشية الفاني. أنا مكانش عندي متوفر، عملت غير ساشية د الفلان نكهة د البنان. صافي هنا غادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر البنات عملت نص كاس د العنبه السكر سنيده، وكذلك عندي هنايا كاس د الحليب. من الاحسن يكون سخون البنات. صافي هنا غنضيف ساشيه د الفلان البنان وكذلك الخميره د الحلوى. بالنسبه لهاد البنيه البنات كيجي رائع الصراحه الله، وما كيهش الزيت بزاف، كيجي قطني من الداخل. هانتوما عاد تشوفوا الشكل النهائي ديالو. ومن الاحسن البنات الحليب يكون سخون باش دغيا كيخمر لنا البيني، ما كيديش معنا الوقت بزاف. غير هي خصنا نعملوه غير بالتدريج باش ما كيطيبش يطيب لناش عفوا البيضات. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق البنات استعملت 4 طيسان من هذا النوع هذه اللي كتلاحظوا معايا. المهم البنات انا هنا استعملت كميه كبيره، تقدروا تنقصوا الا بغيتوا نتوما، داكشي كيبقى على حسب افراد الاسره طبعا. صافي هنا غادي نكمل بالماء سخون، نجمعوا العجينه بالماء سخون حتى نحصلوا على العجينه متماسكه كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا غادي نجيب واحد المعلقه الزبده وغادي ندخل ديك الزبده في العجين كيف ما كتلاحظوا معايا البنات. الصراحه حتى ديك الزبده كتعطيه واحد الهشاشه، كيجي غزال تبارك الله وكيجي قطني من الداخل. هي كل ما كثرنا الزبده كل ما كيجي فتي وهشيش من الداخل. ونحاولوا ندخلوا ديك الزبده مزيان في العجين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا، ونغطيوه ونخليوه يرتاح. نخليو العجين ديالنا يرتاح لمده 15 دقيقه. ومن بعد ما ارتاح البنات هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو. وبالنسبه للعجينه البنات انا قسمت على جوج، قسمت على جوج كويرات. وهنا غادي نبدا نطلقها على سطح العمل بهذا الشكل هذا. غير هي البنات ما ترقوش بزاف باش كيجيكم البيني طالع وكيجي مزيون. صافي وهنا من بعد ما قطعناه هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو. غادي نبدا نحيد له غير شويه من الوسط كيف ما كتلاحظوا ونخليوه يخمر على خاطرو. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي خليته يرتاح 30 دقيقه. وهنا من بعد ما ارتاح البنات غادي ندوز مباشره نقليه كيف ما كتلاحظوا معايا في الزيت. وواحد الملاحظه البنات، الغاز ما يكونش مجهد بزاف، يكون مهيل باش كيطيب على خاطرو كيف ما كتلاحظوا معايا وكياخذ حتى ديك اللون الذهبي. وهنا من بعد ما طاب نتوما كتشوفوا الشكل ديالو النهائي. ومن بعد ما طاب انا زينته شويه بالشوكولاط الاسود وشويه ديال الكاوكاو مهرمش. تقدروا تزينوه باي حاجه بغيتو نتوما. انا النص خليته هيداك والنص زينته شويه بالشوكولاط. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي رائع وقوطني من الداخل. وكنتمنى البنات ما نكونش طولت عليكم الفيديو. جزاكم الله كل خير على التشجيعات والتعاليق ديالكم.